العلماء اللي مدحوا بعمر بن سعد عندي 50 عالم. اذهبوا إلى كتاب تهذيب التهذيب للإمام الحافظ حجة الإسلام شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، الجزء السابع، الصفحة 451، الجزء السابع، يقول: وأحاديث وروي الناس عن عمر بن سعد وهو تابعي ثقة، وهو الذي قتل الحسين. المشكلة يعترف قتل الحسين ويقول ثقة. أريد عالم واحد من 7000 عالم يقول عمر بن سعد ليس ثقة بنقل الحديث. أتحداك واحد. النقطة الثانية، هو يقول ان انس بن مالك بالبدايه كان يقول الصحابه ايش جابهم الكربلاء، لما اثبتنا انس بن مالك في الكوفه يقول وكان ما يعلم برسائل الحسين. انا شنو دخلني برسائل الحسين؟ انا اتكلم على انس بن مالك ينظر على راس الحسين امام ناظره، والامام السجاد اعترض واشكل على انس، قال: يا انس اتجلس مع هذا؟ لطالما رأيت رسول الله يقبل الحسين ويقول حسين مني وأنا من الحسين. هو ماذا يقول؟ يقول أنس بن مالك وبخ عبيد الله. طيب إذا وبخ شكو قاعد بصفه ويمه، وعبيد الله بن زياد معروف بحقده ونقضه لعهود العترة الطاهرة.